السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى معانا شاطئ غزالة زمردة، القوات المسلحة ودخول مدنيين. الدخول بسعر الفرد. شاطئ حلو جدا جنب زمردة الأبيض، عشان كده مسمينه غزالة الزمردة. بس هو الشاطئ ده تبع القوات المسلحة، قعدته حلوة قوي، البحر هادي ورايق كده في القعدات بتاعته. الشاطئ دوت انا رحته علشان كان يوميها شاطئ زمردة الأبيض، كان الشاطئ زحمة جدا وقال لك تقعدوا ورا، فطبعا معاه أطفال ما ينفعش ان هو يقعد ورا. فروحنا بقى الشاطئ دوت. الشاطئ ده خارج البرنامج بتاع الرحلة، خلاص البرنامج بتاع الرحلة خلص. ده شاطئ انا رحته كده بقى لوحدي. ده شاطئ غزالة الزمردة. لما رحنا كمان حتى رحنا وقت متأخر، فعشان كده بقول لكم الناس لما تيجي تروح البحور تروح بدري، علشان الشركات بتبقى واخدة الصف أول وصف تاني، فانت لما هتروحي هتقعدي ورا، مش هتعرفي تقعدي براحتك ما لو معاكي أطفال. فقدمنا قدام شوية كده، ما يبعدش كتير عن زمردة الأبيض يعني، ورحنا وقعدنا في الشاطئ ده، وقعدنا كمان قدام لأن الشاطئ كان هادي بصراحة وقعدته حلوة ومفيش كعبلة فيه، قدام شماسي بكراسي وورا في برجولات. شاطئ حلو زي ما انتم شايفين، واليوم كان حلو واستمتعنا الحمد لله في اليوم ده. بس معرفتش اصور ورا كده الشماسي والكراسي كتير عشان خاطر كانت الناس قاعدة، وطبعا عيب ان انا يعني اصور الناس وهي قاعدة. بصوا بقى منظر المية عامل ازاي، المية شكلها حلو جدا. ورحت كمان كده ناحية الصخر اللي هم حاطينه، وصورت كده من فوقيه منظر المية حلو قوي. هو زي زمردة الأبيض بالظبط، بس بجد انا حسيت ان هو اهدى. انا حسيت ان هو اهدى منه، مش عارفة، مع انه هو جنب الشاطئ نفسه ونفس المية وكل حاجة، بس حسيت ان الشاطئ ده اهدى والمية بتاعته كانت هادية وحلوة. واستمتعنا الحمد لله في اليوم دوت وقضينا يوم حلو. اننا قبليها كنا دخلنا زمردة، وكانت في موج شوية، وكان المنسوب المية عالي فيه، فرحنا اللي هو الغزالة ده كان حلو. وكانت الدنيا هادية، والقعدة كمان كانت حلوة، وزي ما انتم شايفين كده المنظر كده من فوق من على الصخر شكله حلو قوي. ده هناك كده حاطينه، ده حاجز امواج في الشط، زي برضو زمردة حتى الله حاجز امواج. بس منظر المية زي ما انتم شايفين هادية قدامكم. انا ما صورتش يوميها الزمردة، دخلت بقى كنت عايزة اشوف مكان ان انا اقعد فيه فما صورتش، بس كان منسوب المية عالي وكنا شايفين ان في موج، وكانت الناس بتتمشى لقدام عشان تروح الشواطئ اللي بعد زمردة علشان يعرفوا ان هم يعوموا، عشان كان هناك المية كان منسوبها عالي، وكان في موج هناك. سبحان الله، مع انهم كلهم يعني في نفس الحتة وعلى خط واحد. شواطئ الأبيض كلها مية واحدة، وبس باختلاف القعدات، باختلاف الخدمات اللي موجودة، بس هي كلها مية واحدة. وشاطئ زمردة الأبيض حلو جدا برضو طبعا، بس محتاجة ان انتي تروحي بدري علشان الإقبال عليه كتير جدا. شاطئ زمردة الأبيض فمش بتلاقي مكان فيه، يا اما تروحي اخر النهار خالص، وطبعا بيبقى اخرك الساعة 7، فمش هتلحقي ان انتي تقعدي وتاخدي وقتك في البحر. اتمنى يكون فيديوهاتي بتعجبكم، واشوفكم على خير بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ولو اول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتحطي لايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. واشوفكم على خير بإذن الله، وصيف سعيد للجميع. سلام عليكم.